بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. النهاردة هنعمل فطاير جميلة، فطاير الحليب الهشة، فطاير جميلة خفيفة، مقاديرها متوفرة عندنا في البيت وسهلة. عندي كوباية ونص لبن، كوباية ونص مية، نص كوباية سكر، نص كوباية زيت، فانيليا، رذرة ملح، بيضاية، ومعلقة ونص خميرة فورية، ومعلقة خل طبعا، لان معلقة الخل دي بتخلي عندي العجينة هشة. ومعايا حوالي كيلو دقيق، 8 اكواب دقيق. ببدأ احط المقادير الجافة كلها على بعض، وابدأ احضر المقادير السايلة اللي هي عندي. البضاية اول حاجة بكسرها واحط عليها كيس الفانيليا، وابدأ اضيفها. وادي زي ما احنا شايفين بضيف كيس الفانيليا. لازم بركز برضو على معلقة الخل، لانها دي بتديني هشاشة للعجينة. وضفت السكر وضفت، وأبدأ أضيف اللبن عندي مرة واحدة. لكن المية أنا بضيفها بالتدريج، لأن زي ما قلنا قبل كده الدقيق بيختلف نوعه من نوع لآخر. حسب الدقيق نفسه ممكن ياخد مني الكوباية ونص مية، وممكن ما ياخدش مني الكوباية ونص، ممكن ياخد أكتر. أنا بضيف درجة المية بالتدريج. ضفت كوباية المية الأولى، وابدأ أعجن. ودايما بحب أعجن على الرخام عشان أدي العجينة حاجة في العجن، لأني كل ما بعجنها كويس خالص، ويعني أديها أخد ودي فيها كده فترة، وأعمل لها عرق، بتطلع المخبوزات هشة وجميلة. بعد كده ببدأ أضيف اللي هو الزيت عندي، وبالتدريج برضو مش مرة واحدة. وأعجن كده وأخد ودي في العجينة لحد ما أشرب المكونات بتاعة الزيت اللي أضفته ده. وإيه، والمية لو احتاجت تاني ما بضيفش نص كوباية المية مباشرة، لا أنا بحطها في طبق جنبي، وابدأ كل شوية اخد كده بايدي شوية شوية على العجينة واعجن. انا ليه غرض في الموضوع ده، اني انا بطول في العجين عشان ادي اعمل عرج للعجينة بتاعتي وانعمها، يبقى ملمسها ناعم وهش كده جميل. والعجين ده على فكرة لما بتعجنيه كويس خالص بيساعد في خمور العجينة بسرعة برضو. زي ما احنا شايفين كده اهو، بنضيف المية بالتدريج. بناخد بايدينا كده كل ما نحتاج شوية مية نشربهم، وناخد وندي في العجينة. والعجينة زي ما احنا شايفين ولا هي يابسة ولا هي طرية خالص، عجينة حلوة طرية كده في ايدك، ملمسها طري. بيجيلها عرج كده اهو شديد وقوي كده. زي ما احنا شايفين خلاص انا بنهي العجينة اهي ناعمة جدا، ونعمتها وشربتها كويس. بحط شوية زيت في الطبق، والعجينة كده بدهنها كويس بالزيت، وبعدين بغطيها واسيبها عشان الجو بارد الايام دي، ممكن تاخد ساعة، ساعة الا ربع. اول ما بتخمر اهي زي ما احنا شايفين ملت الطبق ما شاء الله. بكون محضرة طبعا عندي حشوة للعجينة دي. بحط حوالي معلقتين سكر كبار، نص معلقة جرفة، ومعلقة كاكاو، وبقلبهم كويس خالص. والطبق تاني ببقى محضرة فيه حوالي معلقتين زبدة سايحين كده زي ما احنا شايفين، لو ما فيش زبدة سمنة. وابدأ اخد جزء جزء من العجينة زي ما احنا شايفين كده، وافرده عندي بالمردنة، واشكله بالشكل اللي يريحني طبعا. انا يعني النهاردة هوريكم شكل حلو جديد للعجينة، ازاي اشكلها بشكل حلو. لان طبعا لما بنعمل حاجة بشكل مميز وليها شكل حلو كده بيفتح النفس في الاكل يعني. زي ما احنا شايفين بناخد قطعة قطعة من العجينة ونبدأ نفردها كده بالمردنة. أبدأ أدهن بالفرشة كده زبدة أو السمنة كويس، بملى السطح بتاع العجينة كده كويس. وأجيب معلقة وأرش اللي هي معلقة من الخليط اللي احنا حضرناه، اللي هو السكر بالجرفة والكاكاو. وزي ما احنا شايفين كده اهو بلفه وبعمله زي الاسطوانة، بقفل عليها كويس خالص خالص كده. وبعد كده بتنيها تانية تاني، وبالسكينة احاول اقطعها كده مش للاخر زي ما احنا شايفين، انا باخد الطرف الامامي بتاعها ده لحد النص كده، واروح فتحها كده بالطريقة دي. بتديني شكل جميل مميز، والله بيبقى شكله بعد ما يستوي يفتح النفس كده.
وبستمر زي ما انتوا شايفين كده في التشكيل يعني. باخد جزء جزء من العجينة. انا مش بكبر العجينة، انا تقريبا حجم العجينة اللي باخده يعني في حجم اكبر من حجم الليمونة كده بشوية يعني، مش حجمها كبير، عشان هي ما بتخمر بتزيد ما شاء الله، بيبقى حجمها كبير وبتتضاعف يعني بعد ما بتستوي، بحيث ان الواحد لما بيجي ياكل القطعة ما يبقى ايه يعني بياكلها كلها وتبقى مشبعة. انا بعد كده بعد ما بنهي التشكيل بسيبه يخمر مرة تاني، وبعد ما بيخمر بدهن وشه بمعلقة عسل اسود ومية كده، او مية سادة او مية بسكر او بلبن، اي حاجة. انا شكلت طبعا كذا شكل اهو، بحطه في النار 180 درجة لمدة نص ساعة لساعة الا ربع، وزي ما احنا شايفين شكله شهي. وما تنسوناش في الشير واللايك لقناتنا نونو مامتها.